رفع رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني برقية تهنئة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء مجلس القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وقال البركاني في البرقية: يسعدني وزملائي أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أن نبعث إليكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات مبتهلين إلى المولى جل وعلا أن يجعله شهر خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وبلادنا العزيزة وسائر شعوب أمتنا العربية والإسلامية. وأضاف: أنها لمناسبة جليلة نستذكر فيها المعاني العظيمة التي يحملها هذا الشهر المبارك في رحاب القيم الإنسانية والمبادئ النبيلة، وإنه لمن الأهمية بل ويتعين علينا أن نستحضرها دائما لا سيما في هذه المرحلة من تاريخ وطننا وأمتنا لنؤكد لشعبنا مضينا على درب الكفاح الوطني المقدس لتحرير بلادنا من انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على نحو ينتصر لسبتمبر وأكتوبر ومايو العظيم، وينتصر على عصابات الموت والهلاك الحوثية التي رفعتها شعارا وفرضتها واقعا وكرسته ممارسة وعدوانا وتشويها للثقافة والإيمان والأرض والإنسان. وأشار البركاني إلى أن هذا الشهر المبارك يأتي للمرة العاشرة وشعبنا اليمني العظيم يعيش أوضاعا مأساوية وظروفا استثنائية فرضتها الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية وما آلت إليه بلادنا من مأساة إنسانية واقتصادية ضربت أطنابها في كل مكان وآثارها وصلت كل بيت. وقال رئيس مجلس النواب: إننا نعلم مقدار الضيق المعيشي الذي يعانيه أبناء شعبنا، ونحمل يقينا ينير في غياهب الشك إيمانا عميقا جذوره كالنخيل الباسقات بل كالجبال الراسخات بحتمية الانتصار على تجاوز المحن التي ابتلى بها شعبنا والتي فرضت نفسها أو فرضت عليه، وأصبحت تنتزع البسمة من وجوه الناس واللقمة من أفواههم، وأن تعمل كل الهيئات والمؤسسات والمكونات السياسية والقوى الوطنية المدنية والعسكرية على قلب رجل واحد باتجاه معركة التحرير ومكافحة الفساد وتصحيح الأوضاع الخاطئة وإصلاح الوضع الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وأن يكون كل ذلك هدفنا جميعا وعهدا نقطعه على أنفسنا ولا نحيد عنه ولا تلهينا الصغائر عن الأهداف الكبيرة وتثنينا عن أقدس الواجبات وأهمها استعادة الدولة بعد كل سنوات العجاف التي ذاق فيها شعبنا الأمرين، وآن لها أن تزول وأن يغرب شمسها بانتصار عظيم يتحقق على العصابة الباغية. ولا بد من صنعاء وإن طال السفر، ولا بد للجمهورية والحرية والوحدة والديمقراطية أن تنتصر. وكرر البركاني التحايا بهذه المناسبة العظيمة لأبنائنا وإخواننا الأبطال في جميع ميادين الشرف المواجهين لتلك العصابة التي أوشك نجمها على الأفول وستلفظ أنفاسها الأخيرة إن شاء الله، وتلاحم كل القوى العسكرية مع أبناء الشعب لاقتلاع جذورها، محيي الأشقاء في المملكة العربية السعودية شعبا وملكا وولي العهد على دعمهم الثابت وموقفهم المساند للشعب اليمني أصولا بإذن الله إلى استعادة الدولة، مقدرا تقديرا عاليا المواقف الأخوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وكل دول تحالف الدعم الشرعية. وأضاف أن ثمة مناضلين أبطال من شهداء الحرب وجرحاها ومغيبين في أقبية الميليشيات. إلى هؤلاء جميعا نرسل الدعاوى بالرحمات والشفاء والتحايا مع تجديد عهد الوفاء لتضحياتهم التي ستثمر نصرا مؤزرا بعون الله.